الحمد لله وزارة الداخلية قبضت على الراجل اللي ضرب الراجل الكبير، وإن شاء الله بإذن الله هياخد جزاؤه. وطبعًا أكيد كلنا شُفنا فيديو الاعتداء، واحد عديم الرحمة ضرب راجل كبير عنده 66 سنة، وكمان الراجل ده مريض كلى، ضربه قدّام بنته، والسبب إن هو عاوز يطلّعهم من الشقة. الراجل الكبير ده واخد شقة عنده إيجار قديم، والراجل اللي ضربه ده اتهم ابن الراجل الكبير ده إنه سرق حاجات من عنده عشان يجبرهم إنهم يطلعوا من الشقة. الناس مشيوا ورجعوا تاني يوم عشان ياخدوا حاجتهم، ياخدوا شوية حاجات ليهم. أصحاب العمارة هو وأخوه مدّوا إيديهم على الراجل الكبير، الراجل ده اللي أنتم شُفتوه، الراجل ده راجل محترم حافظ القرآن الكريم، وطبعًا ضربوه قدّام الناس وأهانوه قدّام الأهالي. الغريبة الناس اللي كانت واقفة في الفيديو ولا حد كان بيحوش، وشايفين شباب وشايفين ناس، ما حدش كان بيحوش. والراجل عديم الرحمة اللي مَد إيده على الراجل الكبير ده، أكيد سمعتوا البنت بتقول ده اتهجم علينا في الشقة امبارح، يعني واضح إنه كان بيتهجم عليهم قبل كده. وبالمناسبة الراجل اللي ضرب الراجل الكبير ده أول ما عرف إن ولاد الراجل الكبير ده جايين في الطريق هرب، يعني هو ما استقواش إلا على الراجل الكبير وبعد كده جري. اللي يضرب راجل كبير ويهرب ويستقوى على راجل كبير مريض ويهرب، ده مش راجل، ده جبان.